بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم. استعدوا أيها المؤمنون والمؤمنات للعشرة الأولى من شهر ذي الحج. استعدوا جزاكم الله خيرا. هيئوا أنفسكم، عوائلكم، بيوتكم، برمجوا وقتكم، طهروا قلوبكم، حاولوا أن تهيئوا القلب لتنزل عليه الفيوضات والألطاف الإلهية. يا إخواني يا أخواتي، جايتنا عشرة عظيمة وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله بوصف عجيب، قال: هي أحب الأعمال إلى الله عبادة. وهذا وصف من رسول الله، يعني هذا العمل الذي تقوم به في هذه العشرة الأولى من ذي الحجة هو أحب الأعمال إلى الله في سنة كاملة. لذلك أيها الأعزاء كن نغتنمها. الذي يريد المعالي العليا والكمالات العليا عليه بالعشرة الأولى من ذي الحج. الذي يريد طهارة القلب من الذنوب الكبيرة عليه بالعشرة الأولى من ذي الحج. الذي يريد أن يشعر بضيافة الله وهو في بيته فعليه بالعشرة الأولى من ذي الحج. الذي يريد أن يشارك حج الحجيج ورميهم وسعيهم وطوافهم وكل ما يقومون به من مناسك فعليه بالعشرة الأولى من ذي الحج. العشرة الأولى أختصرها لكم بهذه العبارة: كأنها هدية إلهية من نور وضعها على طبق من أذكار، وما علينا إلا أن نغتنم وتناولها. أولا أوصيكم بهذه الأذكار الثلاث. حاولوا أن تحاوطوا العشرة الأولى من ذي الحجة بهذا السور من جميع جوانبه، ليلا نهارا سرا جهارا، في وقتكم، في انشغالكم، وانت بالمطبخ وانت بالدوام وانت تذاكر. املأ أيامك العشرة الأولى من هذه الثلاثة أذكار. أولا التهليل أيها الأحبة، لا إله إلا الله، يدخلكم في بوابة التوحيد الخالص لله، يعني تنزل عليكم عطايا التي يستحقها الموحدون. ثانيا التكبير لله أيها الأعزاء يقويك على طاعته، يشد عزمك، يجعلك ترى كل شيء سوى الله ليس له قيمة، وتكبر الله في نفسك وقلبك. وأوصيكم أيها الأحبة بالتكبير في ثلاثة أوقات: كبروا عند الفجر، وكبروا في الظهر، وكبروا عند الغروب، وخصوصا عند الغروب. هناك رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام: من كبر الله 100 مرة عند الغروب دفع الله عنه كيد الشيطان ومكر الجان والبلاءات والأمراض والآفات وغفر له. هذا التكبير وقت الغروب إلى أفاعيل أيها الأحبة، احنا للأسف غافلين عنه. التكبير قبل الغروب مقدمة الدخول في رحمة الله، التكبير عند الغروب مقدمة الدخول بضيافة الله، التكبير عند الغروب يجعل الإنسان يشعر بالأنس والاطمئنان بين يدي الله. لا تفوتون هذا العمل بالعشرة الأولى. والذكر الثالث هو الصلاة على محمد وآل محمد. إيش قد ما تصلي على محمد وآل محمد أنت ترتفع إلى مقام الوسيلة، يعني تصير قريبا من الوسيلة التي تنزل منها عطاءات الله والحوائج واللطائف والمنائح الإلهية. إذن أولا هذه الثلاث أذكار تحيطون بها عشرتكم الأولى: لا إله إلا الله بكل وقت، والله أكبر بكل وقت، وخصوصا عند الغروب، والصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا من الآن رتب برنامجك وهيئ وقتك وأعد نفسك لهذين الكنزين العظيمين من هسه. ذن العملين ما يفوتنك العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الأول صلاة وواعدنا موسى، اللي هذا الصلاة ركعتين بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد،
وتقرأ بعدها آية وواعدنا موسى إلى آخره، تدري شنو ثواب هذه الصلاة؟ من تصلي ذن الركعتين البسيطتين اللي ما يأخذن منك أقل من دقيقتين، تشارك الحجاج بثوابهم، كأنك حججت واعتمرت وطفت وسعيت ورجمت وهديت ووقفت وعرفت، كأنك مع الحجاج. يعني أنت جالس ببيتك على مصلاية، ما ذهبت ولا دفعت أموال ولا تعبت ولا عانيت، وأنت تحشر مع الحجاج يوم القيامة. هذا الكنز الأول، من الآن هيئ نفسك إليه. 10 أيام هذه الصلاة ما تفوتك. العمل الثاني وهو الصيام، هذا من كنوز ذي الحجة. هل تعلم ثواب صيام يوم واحد من ذي الحجة ما هو؟ كأنك صمت الدهر كله. تخيل يوم القيامة جنابك تأتي تفتح صحيفتك، يتفاجأ الملائكة أن فيها هذا العبد صايم الدهر كله. يسألونك تقول لهم أنا ما هيك ما مسوي. الله يقول لهم هذا صوم يوما واحدا من أيام العشرة الأولى من ذي الحجة، يوم واحد. بعض الصالحين يصومون 9 أيام. صوم يوم الأول أو الثاني أو الثالث. من الآن جيب لك ورقة وقلم، خلي الحد الأعلى والحد الأدنى. مثلا الحد الأعلى أصوم 9 أيام أو 8 أيام، الحد الأدنى أصوم 3 أيام، ولا تفوت هذا الكنز العظيم. أنت تخيل يا نور عيوني أنك يوم القيامة تؤتى وأنت قد صمت الدهر كله. ثالثا، أكو أذكار. هذه الأذكار لا تترك في هذه الأيام الأولى. ذني سنام الأذكار، ذني لابد أن تبرمج وقتك حتى تذكرون. يعني تجلس بمصلاتك، أنا أنصحك أن تفعل هكذا. الآن مثلا صلينا صلاة الظهر والعصر، جلسنا في المصلات، تبدأ بهذه الأذكار الثلاثة. إذا ما عندك وقت، الطلاب، المعاذير، المرضى، المشاغيل، ذن يسجلوهن يمكم بورقة، وكل ما تصير عندكم وقت تقروهن، ذني عوضا عن كل ما سبق، ذني يجيبا آخر الثواب. الذكر الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. تدري شنو ثمرة هذا الذكر؟ أولا، أنت تدخل مع الأنبياء بنفس شهادتهم، فتمازج بين لسانك ولسانهم. الشهادة التي تشهدها الأنبياء تتشهدها أنت. خلي في بالك هذه الشهادة هي الشهادة الثابتة عند كل الأنبياء. هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية: ترتقي إلى مقام من يشهد لله بالوحدانية. يعني أنت تدافع عن الله، ليس له صاحب ولا ولد. الذكر الثاني: التسبيح. التسبيح يا أخواني شأنه عجيب وأعجب من أن يفهم. التسبيح، الرواية تقول: ميزان الأعمال كله في كفة، والتسبيح نصف الأعمال. يعني يوم القيامة عندما تؤتى وعندك فد مليار حسنة، ينطوك بعد 500 مليون حسنة لأنك سبحت هذا التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أضف ولله الحمد. هذا أيضا من الأعمال المباركة. والتسبيح يعين الإنسان على الصفاء وعلى التركيز وعلى التوجه وعلى الخشوع. الذكر الثالث وهو من أعجب الأذكار: أنا أقسم عليكم بالله أجيبوني، لو أن عبدا ذهب إلى الله بهذا الاستغفار هل يطرده الله من بابه ويرده ولا يقبل توبته؟ تأملوا معي. هذا استغفار جمع بين الصفات الجلالية والجمالية وولاية آل النبي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يتوب علي. بربكم هل يعود العبد من ربه مطرودا غير مقبول وقد ذهب إليه بهذا الاستغفار؟ ما هكذا الظن بالله أبدا. هذا أيضا من الأذكار التي تستمرون عليها في العشرة الأولى.
الأمر الرابع: هناك سوارق للعشرة الأولى، احذرها وكن على وجل منها. سأذكر لك 5. السارق الأول الغفلة، تسرق منك الخلوة، أنت جاي تريد تختلي بربك، تذكره، تستغفر، تتبتل، تغفل. عندما تغفل تسرق منك الخلوة وتذهب منك سدى. والخلوة في العشرة الأولى جذوة القلب وشعلة النور. ثانيا السهر الفارغ يسرق منك صلاة الفجر، يسرق منك التوجه إلى الله وصلاة الليل وقراءة القرآن فجرا والتبتل إلى الله فجرا. يسرق منك النشاط والتوجه والنشعة والاستعداد للقاء الله. السهر من السوارق، فكن على حذر منها في العشرة الأولى. الذنب هو السارق الثالث. يا إخوان، أريد أستعين بالله على هاي العبارة. يا إخوان، الذنب يخرجك من صنف المؤدبين بين يدي الله. الله يعطي عطاءات للخلق، واحدة من عطاءاته للمؤدبين، عطاء خاص للمؤدبين. هذا المذنب الذي يذنب يسلب منه هذا المقام، فيسرق منه العطاء الخاص. الذنب يسرق منك العطاء الخاص. هاي العشرة الأولى ابتعد عن الذنب، بل لا تفكر به. السارق الرابع الجدال، الخصومات والغيل، وانت قلت هذا وانا قلت هذا. هذا يسرق منك صفاء القلب، ويمكن تحقد وتغل، ويمكن تتمنى للآخر أن يقع ويسقط أو يتفشل، وبالنتيجة تدخل في صنف الذين في قلوبهم غلا للذين آمنوا. والسارق الخامس وهو العجلة، يستعجل على إجابة الدعاء بالعشرة الأولى، يستعجل على رؤية ثمار عبادته بالعشرة الأولى. فش يصير؟ يسرق منه الاستقامة، بعد ما يقدر يقف بين يدي الله. أنتم قلتوا تشعرون بالصفاء إذا ذكرتم هذا الذكر، شو صار لي يومين أذكره وما حسيت بالصفاء. إذا استعجلت يسرق منك أن تستقيم فتنفض مصلاتك وتهرب. خامسا: هذا للغرقانين أمثالي، الغرقانين بالذنوب، الذين كثرت ذنوبهم وغطتهم، اللي يشوفون أنفسهم ما عندهم بعد كفارة لذنوبهم، الذين وصلوا إلى مرحلة أن الذنوب صارت عليهم مثل التراب. الغفلة أحاطتهم، الذنوب كثرت عليهم. هذا للمكثرين من الذنوب، هذا لمن كثرت ذنوبهم واحتضنتهم الغفلة. هذا الذكر اللي راح أذكره والله وبالله تعجز الملائكة عن إحصاء ثوابه. هذا الذكر شو نسميه إحنا؟ الذكر المفتوح حسابه إلى يوم القيامة. هذا الذكر من تذكره راح يجرى لك حساب مفتوح إلى يوم القيامة، لا يغلق إلا إذا قامت القيامة كما سأبين. هذا الذكر بلا حساب، هذا الذكر الله فقط هو الذي يعرف حسابه. وأنصحك هذا الذكر تتوضى له، تتهيئ له، تستعد له، وتجلس على مصلاية وتلزم مصحفك بيدك وتنشره بيدك وتقرأ هذا الذكر، تخلي الورقة أمامك بالمسبحة. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون، لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور. والله من أعجب الأذكار. شكرا لآل محمد، شكرا لآل محمد انطونا هذه الكنوز. هذا الذكر من تذكره تأتي الملائكة بإذن الله تفتح لك حساب
من لحظة ذكرك هذه العبارة إلى يوم ينفخ في الصور يغلق هذا الحساب. تجي يوم القيامة تتفاجأ بعدد الرحمات الإلهية التي تراها. هذا الذكر ما يفوت الإنسان الحريص أبدا. بعد من الأعمال المهمة في هذا الشهر أن تملأ العشرة الأولى بهذا الدعاء. وأنا أنصح هذا تقرأ ب3 أوقات رئيسية، تتوضأ وتروح تتوجه، تقرأ صباحا عند الفجر، وتقرأ ظهرا، وتقرأ قبل النوم. هاي 3 أوقات. لأن هذا الدعاء بمفاجأة راح أقولها بعد ما أكمل فقراته. هذا الدعاء جدا عظيم، خصوصا وقت الغروب. اقرأ أيضا وقت الغروب، إذا تقدر تقرأ وقت الغروب تفتتح به ليلتك. اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها، وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك، فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. دعاء طويل، هذه فقرة من عنده، هاي بداياته. أنا إيش أريد منك؟ أريدك تقرأ الدعاء كله، وهذه تخليها ورد عندك. هسه تكتبها بورقة وتخليها قدامك أو بالتليفون، كل ما يصير عندك مجال طلعها تقرأها 10 مرات، 20، 100 مرة. لأن هذا الدعاء يا إخواني بخصوصية وبمفاجأة، وهي أنه يدخلك في العارفين بفضل الله في هذه الأيام، ويدخلك في مقام الشاكرين لله على فضل هذه الأيام، ويدخلك في زمرة المفتقرين إلى الله والمتوسلين بآل محمد في هذه الأيام. ومفاجأة في هذا الدعاء أنك تنال بركات هذه الأيام كلها. يا إخوان استعدوا، جزاكم الله خير، اتهيئوا، الله يرعاكم، ولا تضيعون هاي الأيام. الدنيا فانية والعمر يركض، ومسرعة بنا الأيام تمضي، ولا ندري بما تبقي الليالي. احنا ما ندري ايش ننتظرنا، خصوصا الطلاب لا يفوتون هاي الأيام. اللي تقدرون عليه سووه. طلاب السادس، طلاب الثالث، لا تتحججون بين والله عندنا امتحانات ودراسة، لا، هذه تعينكم على الدراسة، هذه تفتح أذهانكم للدراسة. استعدوا وتهيئوا واغتنموا اللي تقدرون عليه، ولا تنسون إمام زماننا من الدعاء. هاي الأيام لا تنسون الصلاة على محمد وآل محمد. املؤوها بالصدقة، صدقة العشرة. يعني حاولوا تتصدقون 10 صدقات كل يوم صدقة إلى يوم العيد. حاولوا أن تملؤوه بالاستغفار، حاولوا أن تملؤوه بزيارة الحسين ومجالس الزهراء. هذه تكون يومية مجالس الزهراء، ذكر الحسين، توجه إلى الله، التوسل بالله، والصلاة على محمد وآل محمد.